ومع انكم انا حاولت اوقف السلسله بس انتوا دايما مانعيني ان انا اوقفها، وفي نفس الوقت حاسه ان انا لو يمكن بساعد حد فدي حاجه حلوه جدا. خلوني النهارده اكلمكم عن البانيك من اكتر مكان ممكن يجيب بانيك. يعني الناس اللي عندها بانيك ما اعتقدش ان هم ممكن يقعدوا في مركبه زي دي او يقفوا في مكان زي ده. عايزه ابتدي معاكم ايه هي اعراضه وهو بيجي. يعني انا مش دكتوره اولاد وبكلمكم من تجربتي الشخصيه التامه، ما بقولش اي كلام علمي، وطبعا الموضوع بيفرق من شخص لشخص. الحاجه الوحيده اللي ممكن الفيديو ده يقدمها لك الطمأنينة المؤقتة، لكن لو ما قدرتوش تتحكموا في نفسكم مفيش اي حد هيقدر يساعدكم في الموضوع ده، حتى ايفن لو الادويه. طيب ايه البانيك او ليه بيجي؟ اعتقد انه البانيك بيجي من صدمه، يعني او خوف شديد، صدمه في حياتكم، جيتوا امريكا مش متعودين على الجو. انا جات لي ساعه وقت الكورونا من كتر الخوف على عيالي وعلى جوزي، هو ده وقتها اللي جالي. يعني الموضوع بيبقى كأن فعلا في شخص بيموت، يعني كأنكم بتموتوا، ضربات قلب سريعه، بتعرقوا، ايديكم بتسقع، رجليكم بتسقع، بتحسوا ساعات ان الكلام تقيل، مش قادرين تتكلموا، حاسين نفسكم دايخين. في ناس ساعات بتوصل معاها لحد ان هو بيغمى عليه حرفيا. كل الاعراض دي موجوده، كأن حد بالظبط الوصف اللي انا هقدر اوصفه لكم بالتحديد، حد بيموت وبتتاخد روحه من جسمه. هو ده اكتر وصف ممكن اقول لكم عليه. طيب ده حاجه صعبه جدا، وتيجي عليكم الليل ما بتناموش، وخروجاتكم. انا عايزه اقول لكم ان انا قعدت اولموست سنتين كل حاجه كنت بانجوي بيها وبحبها ما بقتش بعرف اعملها تاني. ابسط الاشياء، مدينه الملاهي، اي حاجات في مرتفعات، انا ما بخافش من المرتفعات اصلا. ركوب طياره، ركوب مركبه، ركوب اي حاجه جديده ما بعرفش اواجهها. اي حاجه جديده بالنسبه لي كارثه وبلوى، ودايما يعني دايما دماغي شغاله للأسوأ. اي حاجه وحشه، انا هموت، دي هتغرق، دي هتقع، اي تفكير سلبي. ما هو الموضوع ده بيمشي كل ده. هو الحته الزعبله اللي هنا دي اللي عايزه تتحط في طحينه، المخ. خلاص هي دي اللي بتأثر على كل الجسم. طيب اقدر اطلع منه ازاي؟ اولا انا بكلمكم من تجربتي الشخصيه. معرفش، بس يمكن عشان ربنا كان عارف وقتها ان انا ممكن ما اقدرش اعمل اي حاجه، فساعدني في الموضوع ده كتير. يعني اللي انا وصلت له دلوقتي ده مش شطاره من صندوره اصلا. ده رحمه ربنا واسع عليها بس مش اكتر. يعني انا الحمد لله الموضوع كان تعبني جدا، لانه كان كمان مأثر على عيالي. انتوا عارفين انا عيالي لما كان بيجي لي الموضوع ده كنت يعني كانوا بينيموني على رجليهم ويفضلوا يطبطبوا على شعري، لانه كان وقتها الموضوع صعب جدا. الاشخاص اللي حواليكم مش كلهم هيبقوا مدركين انتوا عندكم ايه، مش كله هيبقى اصلا عارف ايه اللي انتوا عندكم. في ناس هتحسكم بتمثلوا، في ناس هتحسكم انكم انتوا اصلك انت خايفه، اصلك انت خايفه، انت عشان خايفه فانت بتخايفه من ايه؟ ما احنا كلنا هنموت. هي ما بتتقالش كده. يعني حتى ايفن لو حد عنده نفس الحاله لشخص معين، حاولوا على قد ما تقدروا تطبطبوا على الشخص ده، تطمنوه. على فكره هو كل اللي هو بيبقى محتاجه في الوقت ده انكم تهدوه. هو لو هدي واطمن وحس ان كل حاجه من حواليه تمام، هيهدى تماما ومش هيبقى عنده اي حاجه. دي حاجه. الحاجه الثانيه، انتوا بقى الاشخاص اللي عندها بانيك ذات نفسها لازم تقعدوا في حته، طبعا مش هنا. لازم. عايزه اقول لكم انا اخدت سنتين لولا ما عرفت اجي المكان اللي انتوا شايفينه ده. انا عانيت منه كتير جدا. انتوا بقى كاشخاص اول ما يجي لكم الموضوع ده لازم تقعدوا في مكان هادي. ومع ان ده عارفه انا موضوع صعب جدا، لان انا كنت ساعتها ما بقدرش اقعد اصلا، كنت بفضل الف في البيت. لازم تقعدوا في مكان هادي وتغمضوا عينيكم وتماجن اي حاجه انتوا بتحبوها. يعني انتوا مع اشخاص انتوا بتحبوهم، انتوا نزلتوا مصر، انتوا قاعدين قدام البحر. مخكم ده ممكن يوديكوا اي حته ويجيبكوا، ممكن يعمل فيكوا حاجات كتيره جدا. هو ده اللي متحكم في الجسم كله، هو ده اللي بيبعت اشعارات غلط ويقول في حاجه، ما بيبقاش الجسم فيه اي حاجه. لان انا ساعتها رحت كشفت قلب، كشفت كل حاجه تتخيلوها،
وما كانش بيظهر عندي اي حاجه، كانت تحاليلي وكل اشاعاتي كل حاجه متخيلينها كانت تمام. يعني انا كنت بدخل اقول انا هيبقى عندي وعندي وعندي عندي ما بيبقاش عندي اي حاجه. فكل اللي انا عايزاكم فيه انكم تهدوا، تتريثوا، تحاولوا تفكروا في حاجات. اشغلي نفسك، انك تشغلي نفسك على فكره دي طلعت حاجه حلوه جدا. حتى لو تعبانه الجسم ساعتها بيبقى مكسر من الضيقه من القلق، الجسم اوريدي بيبقى مش في احسن حالاته، بيبقى الجسم تعبان. لكن كل اللي انا هقدر اقوله لكم اقعدوا في مكان واهدوا، خدوا نفس عميق، ما تركزوش قوي مع ضربات قلبكم، لانه في العادي البني ادم مش بيحس بضربات قلبه، بس مع البانيك بتحسوا بكل ضربه في قلبكم يعني بتقولوا ازاي ده انا قلبي، يعني هو ده الطبيعي. فخدوا الموضوع. اكتر حاجه ساعدتني فيه وانا هكلمكم بكل امانه الصلاه. وقت ما كنت بصلي كنت بفضل كل يوم اعيط. فدي حاجه كده كنت بحس ان انا بدخل متدمره بطلع حاجه حلوه جدا. يعني ربنا بيدي طمأنينه حلوه جدا يا اولاد. فالصلاه مهمه جدا، انها بتخلي البني ادم عايش في طمأنينه وسلام، عارف ان ربنا اكيد مش سايبه، هو اكيد ربنا مش سايب حد، بس دي حته بتبقى حلوه جدا. يعني بس كده هي دي الحاجات اللي انتم محتاجين تعملوها. لكن في حالات تانية بيبقى الموضوع معاها مش حلو. عايزه اقول لكم انه بعد فتره لو ما لحقتوش الموضوع بيوصل معاكم خوف من الادويه. انا بخاف من الادويه. انا الدكتور لو كتب لي دواء مش سهل جدا اخده الا لو فعلا هموت واستسلم بقى واقول خلاص انا هموت. بخاف جدا من لما ببقى في مكان ويبقى في ناس حواليا كتير، بخاف قوي برضو. بس الحمد لله لسه عندي بعض الحاجات من الحاجات ديت. بس الفرق الوحيد من ساندرا دلوقتي وساندرا بتاعت زمان ان انا بكنترولد، يعني بقدر اعمل كنترول على ماي سيلف. لكن زمان ما كنتش بقدر خالص اعمل الموضوع ده خالص خالص. فاكتر الاشخاص يعني اللي عانت معايا بصوا عايزه اقول لكم على حاجه يمكن من الفيديو ده هقدر اقولها لكم. يعني انا من ساعه ما جيت المكان ده وانا شغاله اعيط. لا بهزر اكيد، بس بحس ان انا حياتي اكتر حياه بتبقى باينه للناس حلوه جدا، بس للحقيقه هي فيها حاجات مكعبله كتير. بس الحمد لله all the time. الحمد لله مبسوطه قوي بكل حاجه انا مريت بيها وعلمتني، مبسوطه جدا بحاجات كتيره قوي يمكن هي كونت الشخص اللي واقف قدامكم. ما فيش اي حاجه سهله، ودي نصيحه بقولها لاي حد. ما فيش اي حاجه سهله، كل حاجه هتمروا بيها هتسيب فيكم بصمه، بس انتوا اللي هتحددوا هتسيب فيكم بصمه حلوه ولا بصمه وحشه. انتوا اللي تحددوا ايه الحاجه اللي هتتخربش فيكم وتنحتكم صح، وايه الحاجه اللي فعلا هتبوظ حياتكم. اختاروا ده. في حاجات كتيره مش بنقدر نختارها، بس اختاروا انه على قد ما تقدروا شخصياتكم ما تبص، ما تفقدوش التلقائيه بتاعتكم، تربيتكم، اصولكم، الحاجات دي كلها. بحبكم، مش قادره يعني مش هفضل كل شويه اقول لكم ما تنسوش اللايك والشير. لو عندكم حد عنده الموضوع ده او حد ذات نفسه ممكن يكون بيتفرج ومش عارف الحاله دي بتجيله ليه، اتمنى ان انا اكون ساعدتكم. انا بس نقلت لكم تجربتي الشخصيه، لكن ما يعني كل واحد كل بني ادم وليه شخصيته بحالاته. بحبكم قوي وباي باي.